رقم قياسي جديد يسجله منتخبنا الوطني لم يسجله أي منتخب عربي أو أفريقي خلال الفترات الأخيرة أو السنوات الأخيرة. طبعا أكيد حتسأل عليه الرقم القياسي هذا. الرقم القياسي هو رقم قياسي سلبي مش رقم قياسي إيجابي. منتخبنا لم يحقق الفوز في آخر 11 مباراة خاضها في تصفية أفريقيا سوى في مباراة واحدة، يعني مباراة واحدة بس اللي هي رواندا الأخيرة اللي فاز فيها في كيغالي 1-0 بهدف فهد المسماري. هذا الهدف الوحيد في 11 مباراة في تصفية أفريقيا، آخر 11 مباراة لعبها المنتخب. ففي سنتين أو أكثر من سنتين ونص المنتخب الليبي لم يحقق أي فوز سوى فوز وحيد أمام رواندا. آخر فوز حققه منتخب في تصفية أفريقيا باستثناء مباراة رواندا كان أمام منتخب بوتسوانا 1-0 اللي ذكرها كانت يوم 1/6 في 22 وسجل الهدف صالح الطاهر. أعتقد لو نتذكر الكرة كانت ركلة جزاء أضاعها حمد الهوني كملها صالح الطاهر وجات هدف. هذا آخر فوز في تصفية أفريقيا باستثناء مباراة رواندا كما قلنا الأخيرة. المنتخب خلال المباريات الأخيرة ال11 هذينا تلقى 15 هدف. 15 هدف لو حسبنا حتى 3 أهداف اللي احتسبت في مباراة نيجيريا اللي كانت الكاف أعطاها لنيجيريا 3 أهداف حسبوا المباراة 3-0. فتلقى منتخبنا 15 هدف. أعتقد أنهم أرقام سلبية. أيضا منتخبنا في آخر 7 نسخ من كأس أفريقيا لم ينجح في التأهل للنهائيات. هذين أرقام سلبية يعكسن أكيد المستوى الضعيف للمنتخب الليبي أو لكرتنا الليبية خلال السنوات الأخيرة. يا ريت كل حد يكتب لنا في التعليقات شنو الأسباب وراء النكسات المتكررة لكرتنا الليبية ولمنتخبنا الأول بالخصوص. تحياتي لكم.